السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا معانا اكلتنا دي بقى، تعالوا نشوف عملناها ازاي. معانا بقى طريقة الفطير والرقاق الفلاحي، الرقاق اللي باللبن. كده يا حبايبي انا بحلل الدقيق، معايا 4 كيلو دقيق. كده حبايبي انا بحط سمنة روابي، هحط سمنة روابي على سمنة بلدي على سمنة فرن. دي سمنة بلدي انا مسيحاها. ال4 كيلو دي يا حبايبي هياخدوا معايا نص كيلو سمنة بلدي على سمنة عادية اللي هي الروابي. ما عندكيش سمنة بلدي عادي، ممكن تنفع سمنة روابي لوحدها وتحطي مثلا حبة زيت. طبعا دي المقادير دي مقادير 4 كيلو. طبعا انتي بقى لو هتعملي اقل من كده هتنقصي نص الكمية. طبعا انا كنت حطيت السمنة بقى، وحطيت برضو نص كوباية زيت، وهفركه كده في بعضه. هبس السمنة بالزيت في الدقيق، هبسه كويس. هخلي كده السمنة تتشرب في الدقيق. بعد كده معايا كيلو ونص لبن، وهزود برضو مية. ينفع اي لبن، مش شرط ان انتي تجيبي لبن وتسيبيه يروب وكده. لا لا، ينفع لبن حليب عادي بس ما يكونش سخن. كده حبايبي انا كنت بوريكم القشطة اللي على الوش. طبعا انا كنت جايباه قبلها بيوم وسايباه بره عشان يروب. كده انا نزلت باللبن وبقلبه بقى في العجين كده. وهنزل بقى بالمية بالتدريج، يعني انا حطيت كيلو ونص لبن على 4 كيلو دقيق، وهنزل بقى بالمية بالتدريج. كده انا حطيت برضو حبة مية في الحلة مكان اللبن كده. الرقاق يا حبايبي اللي باللبن دوت ما يعني ايه، ما بتعجنوهوش زي العيش. بصي، ايوه، بتقعدي ايه تمروشي فيه كده. بصوا حبايبي انا ما بعجنش، انا كده ايه يعني بودي العجينة في ايدي رايح جاي كده. بصوا حبايبي انا بوريكم، بصوا العجينة عاملة ازاي. تفضلي تعجني فيها كده لمدة 10 دقايق. بعد كده هسيب بقى العجينة ترتاح شوية واقطعها. كده بقى هسيبها ترتاح شوية، يعني بتاع ربع ساعة كده غطيت عليها. هنا يا حبايبي كده معايا كيلو ونص دقيق. هعمله فطيرتين، هعمل فطيرتين مشلتت. انا كده حطيت حبة ملح وحبة سكر، وحطيت نص كيس بيكنج باودر. وكده بقلبه في بعضه وبنزل بقى بالمية. دي يا حبايبي طريقة الفطير المشلتت. معايا كيلو ونص دقيق هعملهم فطيرتين. طبعا انا عاملة معاكم طريقة الرقاق قبل كده، وعاملة معاكم طريقة الفطير، فحبيت يعني ان انا اعملها معاكم تاني عشان اخواتي وحبايبي اللي داخلين معايا جديد في القناة. واتمنى من اخواتي بقى اللي اول مرة بيشوفوني يا ريت ينوروني كده ويشتركوا في القناة، وينوروني ويشرفوني على راسي من فوق. واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا عندي جديد. كده حبايبي انا خلصت اهوت، خلصتها عجين وهغطيها بقى كده
وهسيبها برضو ترتاح. انا كده فردت دي على الصينية وقطعت الرقاق كده زي ما انتوا شايفين. هنا كده حبايبي انا بقى هعمل الفطيرتين واركنهم على جنب، اسيبهم يرتاحوا كده، وبعد كده هعمل الرقاق بقى. بصوا حبايبي انا كده بفرد الفطيره اهو. لو اتقطعت منك مفيش اي مشاكل، انا كده كده بنطبقها تاني. بصوا حبايبي انا كده بتني نصها كده، وبعد كده بجيب الطرف التاني عليها، وبعد كده بطني الطروف. دي طريقه سهله وبسيطه حبايبي. كده عملت غيرها اهو. كده بحطها وبطبق برضو الحروف عليها. طريقة سهلة وبسيطة وبيطلع معاكي مورق وجميل. اتمنى بقى لو انتي اول مرة تشوفيني تنوريني كده وتشرفيني وتشتركي في القناة، واللايك يا جماعة، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، بيخلي الناس كلها تشوفه. بص حبايبي انا كده بحطه في النص وواتني الطروف بقى زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا التقفيلة دي انا كده بدهن الصينية اهو، والتقفيلة بتبقى لتحت زي ما انا ما قلبتها كده. كده بعمل التانية. نذكر الله يا حبايبي كده ونصلي على النبي. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اهم حاجة العجينة ترتاح معاكي عشان الفطير يطلع معاكي كويس. اي معجنات لازم العجينة ترتاح عشان المعجنات تطلع معاكي كويس. ولما تيجي تفردي العجينة على الصينية مثلا او على الطبلية، يا ريت تدهني زيت من تحت عشان العجينة تسهل معاكي في الفرد. كده حبايبي انا بعمل الرقاق اهوت، بوريهولكوا كده بعد ما فردته. طبعا عشان انا مفيش حد بيصورني كده، انا بحط الرقاق في الفرن. بصوا حبايبي الرقاق بيقب ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. بصوا انا كده بوريكم حبايبي اهوت بعد ما خبزته، بوريكم برضو اللي في الفرن ما شاء الله بيقب ازاي. كده هنا انا بسوي الفطير برضو اهوت. بصوا الجمال. اهم حاجة ما تعليش النار على الفطير، لازم يكون